السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم في رمضان، يا رب يتعاد عليكم الأيام بخير إن شاء الله. النهاردة أنا هعمل لكم طريقة تدميس الفول. طبعا طريقة بسيطة جدا، وطبعا بدل ما تشتريه من بره أو كده، طبعا مفيش يوم بيخلى مننا في رمضان إلا ما بناكل فول. الفول المدمس يعني بصراحة ده يعني هواية. انا عن نفسي مش باكل الفول، بس في رمضان مقدس عندي، ما اقدرش ما اكلهوش. مش عارفه ليه كده يعني، بس المهم انه بيبقى طعمه لذيذ جدا طالما انا عاملاه في البيت، مش بشتريه من بره نهائي. فانا هعمل لكم طريقه تعمليه بسيطه جدا جدا، وما ياخدش معاكي ساعتين ويطيب، وتكون يعني ايه، يبقى زي الزبده كده. هتجيبي الاول كوبايتين فول حسب عيلتك يعني. كوبايتين شب فول وتلينيهم تنقعيهم لمده ساعتين بالشكل دوت. ده كده منقوع لمدة ساعتين. تمام. لو انت مثلا افراد عيلتك صغيرة كوباية واحدة، لا افراد عيلتك كبيرة بكوبايتين شوب، اللي هو كوبايتين المية دول. تتعيريهم وتنقعيهم في المية بعد ما تغسليهم وتنقي منهم العود وكده. تغسليهم وتخليهم ساعتين في المية. يعني براحتك، بس المهم انه يبقى ايه بالشكل دوت. شوف كده يعني ايه، هو لا مفشل ولا بتاع، بس هو نظيف كويس. هتحطي تجيبي كمان عليهم، تحطيهم على ميه مغليه. تكون حاطه الدماسه على النار والميه بتاعت الدماسه مغليه. هتحط عليه طماطمتين صغيرين بالشكل دوت مقطعين، ونص ليمونه، على اساس النص ليمونه دي ما يخليش اللون يبقى فيه مزرق كده يعني، يبقى اللون حلو كده. اهي جايبه الميه انا غلياها، هنحط فيها الفول. طبعا تحطيه كله. طبعا كده احنا حطينا كمية الفول كلها على المية المغلية. هتحط الطماطم عليهم وتحطيهم على نار هادية. طبعا انا ليه نجعت الفول تنقعيه ساعتين او ثلاثة؟ ليه؟ لا، عشان كان في مثلا حاجة مزرقة، اللون الازرق ده كله يعني ايه، انت هتخلي الطماطم كده على الوش. طبعا في ناس بتحط له عدس، بتحط له مثلا حمص، ده حاجة يعني دي تبع رغوتك، انما هو بالطريقة دي هتشوفيه معايا مفشر وكده ومزبد وزي الفل. هنحطه على نار هادية خالص، وهنعصر اول ما يغلي، اول ما يفور كده ويغلي، نعصر نص الليمونة دي عليه. وتابعيني برضو حبيبي. الفول فار ويعني غلي. اول ما يغلي نحط عليه نص الليمونة نعصرها عليه، عشان يخلي اللون يعني ما فيهوش اي حاجة يعني، تكون مزرقة كده يعني. تعصر عليه نص ليمونة، يديكي لون جميل خالص خالص، ويساعد برضو في طياب الفول بسرعة. هتكوني جايبة تنكة فيها مية وتحطيها فوقيه كده اهو، على اساس لما اول ما تغلي المية، او لو نقصت مية الفول تحط عليه مية من التنكة، تكون مية سخنة، بدل ما لسه هتسخني مية وكده. لا، اول ما تغلي المية، لو نقصت مية الفول تروح حاطة من التنكة عليها لحد ما يستوي ويطيب. وبرضو خليكي معايا هوريهولك لحد ما طاب. حبايبي كده الفول اهو بالشكل دوت. شوف بيجي ازاي مزبت خالص. تغرفي منه كده اهو، تعمليه بالزيت والليمون، اعمليه بالسمنه، اعمليه بالطحينه، بالطريقه اللي تعجبكم. بص كده، صراحه فول في منتهى الجمال، وانت عاملاه في البيت بنفسك. ما فيش، بص كده كله ما فيش ولا اي حاجه محروقه فيه ولا اي حاجه، كله نظيف وحلو كده اهو. بص ازاي شكله. وكده بالشكل ده اتعمل الفول، وتاكلوه بألف هنا يا رب. ورمضان كريم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.